بنرحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. وزي ما كنا نوهنا مع حضراتكم من شوية اننا خصصنا الفقرة دي هنتكلم فيها عن الحقيقة حاجات خاصة بالحضارة المصرية أو علم الفلك. الحضارة المصرية أبدا ما كانتش مجرد حضارة أو حياة عابرة، ما كانتش مجرد حضارة نشأت زي كتير من الحضارات اللي بندرسها أو نعرفها أو بنسمع عنها، لكن أول شيء في كل شيء كانت هي الحضارة المصرية. لما تيجي تتكلم عن أي علم تشوف مرجعيته او بدايته كانت ايه، تلاقي ان الحضاره المصريه القديمه بدات العلم ده، وتفضل تفكر ازاي قدماء المصريين قدروا يوصلوا لحاجه بعد الاف السنين الناس ابتدت تتكلم عنها. يعني الناس دي كانت ايه؟ جابت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده ازاي؟ تعالوا النهارده نتكلم تحديدا عن علم الفلك عند قدماء المصريين. بيسعدنا ويشرفنا جدا دكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر في علم المصريات وعضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه. صباح الفل يا دكتور. صباح النور عليك. نورنا. صباح الفل يا دكتور، منورنا جدا. بنورك. عايز ابتدي مع حضرتك فكره يعني انا قعدت اقرا كده لقيت فيه خناقه، الناس بتقول ان علم الفلك ابتدى من بلاد فارس اللي هي ايران دلوقتي، والبعض طبعا كتير بيقول لا، المصري القديم هو اول من ابتكر او عرف علم الفلك. لو حضرتك تفك لنا اللغز ده. طيب قبل ما نفك اللغز ده خليني بس احييكم، بما ان احنا هنتكلم بقى عن الحضاره المصريه. أيوة. خليني احييكم كده واحيي الساده المشاهدين في كل مكان واقول لهم ويب نفر رامبت هيرو نفر سبسان. يعني لو عايزين ترجمه؟ طبعا. اوكي. دي هيروغليفيه لويب يعني افتتاح، افتتاحيه. نفر اي حاجه، نفر جميل. اي حاجه فيها نفر في الهيروغليفي يعني جميل. عشان كده نفرت ايتي جميله اتت. أيوة. نفرت ايري مرات رمسيس الثاني احلاهن، احلى واحده فيهم. في نفرتاري. نفرتاري دي اللي هي نفرت ايري اللي هي مرات رمسيس الثاني، بس احنا خطأ بنقول بنسميها نفرتاري. ماشي. لكن هو ما فيش الف خالص، يعني احنا مزودين الالف دي من عندنا حته كده لذيذ التاتش بتاعنا. لكن هي نفرت ايري، لان ايري هي صيغه المبالغه في الهيروغليفي، فانت نفرت جميله قوي، احلاهن اجملهن. المهم جميله الجميلات يعني. ممكن تقولي ان هي احلى واحده يعني احلى واحده فيهم. فانت عندك ويب نفر رامبات يعني سنه. فيبقى افتتاحيه سنه جميله. ودي كل سنه وانت طيب بتاعت المصري القديم. الله. دي المصري القديم لما كان بيعيد او لما كان بيكتب الجمله دي على القارورات اللي معاه في المقابر، ده لان هو عايز لما يروح الناحيه الثانيه تبقى سنه حلوه عليه. وتبقى سنه حلوه عليه وتبقى سنه يبقى الابديه. يبقى كلمه التهنئه عند المصري القديم. وبعدين هيرو نفر يوم جميل، هيرو يعني يوم، يوم جميل. سبسن بقى كلمه بحبها قوي، سبسن سهله. سبسن يعني مرتين. المصري القديم زي المصري الحديث احنا بنحب نبالغ في التحيه قوي وفي الحب قوي وفي الرومانسيه قوي. انا بحبك قوي 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 قوي. انت لما بتروح انجلترا ما تسمعش واحد بيقول لك اي لاف يو فيري 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 ماتش، او الف مليون عزاء لك مثلا، او 1000 مليون سلامه، او صيغه المبالغه. صيغه المبالغه. المصري القديم سبسان مرتين. انا بيقول لزوجته مثلا انت نفرت، انت جميله. سبسان انت جميله جدا جدا، جميله مرتين. فدي بس البدايه علشان نبقى ايه الخناقه بقى. الخناقه بقى اللي هي بتاعت الفلك. علم الفلك من بلاد فارس ولا مصر؟ بص بالادله. وانا جايب لكم النهارده صور بالادله ديت. نحن اول وبدون اي شوفونيه، يعني ان احنا الاوائل في كل حاجه، مش عارف احنا مش الاوائل في كل حاجه، لكن الاوائل في حاجات مهمه. اول في الطب، احنا الاوائل في طبعا. الورق، احنا الاوائل في الفلك، واللي حسبت لك دلوقتي بادله اثريه. والفكره بتاعت ان المصري القديم كان راصد لكل التحركات الاجرام السماويه وراح موثقها، يعني يرصد ويوثق. فنجد مثلا الصوره الاولانيه لو سياده المخرج يتكرم ويحطها لنا، انا جايب لكم اثر يرجع الى 14000 عام. انا كنت قعدت سنين الاثر ده اكتب عليه في كتبي واقوله في محاضراتي، كنت بقول عليه 11000. 14000 سنه. دي الصوره لو حضرتك تتابع معانا تقول لنا بالظبط كده يا فندم. هذا هو الاثر اللي هيرد على سؤال حضراتكم. ده 14000 سنه فعلا. تخيل هذه الاحجار، وبالمناسبه الاحجار دي قد تقريبا كده. يعني احنا ما بنتكلمش على معابد الكرنك. تمام. لكن لازم كلنا نتعلم ان في علم الاثار المصريه وفي علم الاثار عامه في العالم سايز ازنت ايفريثينج. الحجم ليس كل شيء. ممكن حته قد شقافه قد كده تحل لك اشكاليه كبيره. دي دايره قطرها 4 متر، متخيل؟ قارنها كده بالهرم ولا حاجه. مفيش. خلاص؟ مفيش مقارنه. طيب انا واخد معلومات من الدايره دي اكتر من الهرم في الفلك.
يبقى اذا الحجم مش كل شيء في العلم. تمام. نبص بصه، لو حضراتكم الساده المشاهدين نرجع تاني بعد اذن سياده علشان المخرج، نخلي الصوره تاني شويه من فضلكم. بعد اذن سياده المخرج اشكرك. ايوه كده اشكرك. لو حضراتكم بصيتكم كل اللي بيتفرجوا علينا الناحيه بتاعتك انت، ناحيه الكرسي اللي انت قاعد عليه، هتلاقي فيه طوبتين طوال شويه، دول العلماء سموهم جيت، اي بوابه. لو حضرتك شديت خط من البوابه دي وراها في بوابه تانية فوق، وراها ثالثه، وراها رابعه، وراها خمسه، لغايه لما الدايره بتخلص. روح بقى شمال هتلاقي برضه في بوابات كروس كده اهو. طيب لما العلماء ذاكروا دي ما كانوش عارفين هي يعني هم لقوا الرصه دي في دايره فيها خطوط جوه، رصه محطوطه من ايه، ما فيش هيروغليفي، يبقى ما فيش لغه، ما فيش ايه، وفين 100 كيلو غرب ابو سمبل في الجنوب. انت في الصحراء، المكان ده ما كانش ليه اسم، انت هنا قريب من طريق الحيوانات. بس لقوها كده يا دكتور، يعني هي مرصوصه كده، لقوها كده ورصوها كده وظبطوها طبعا، طلعوها بقى وشالوا تراب من عليها ومش عارف ايه. اكتشفوا الاتي، اكتشفوا ان هذه الاله، ايوه يتقال عليها كده علميا آلة، بتوري لك اول بوصله في العالم، لان اللي تحت لغايه فوق اللي انا شرحته دلوقتي ده شمال جنوب، بيسموه بالانجليزي بروبر. يعني ايه؟ يعني احلى من البوصله، لان البوصله كمان بيبقى لها مغناطيسي ومغناطيسي ومجال مغناطيسي، فبتطلع نسبه منها ممكن تبقى ماشيه، لكن ده مظبوطه، ده بروبر مظبوطه. ولما جينا بصينا الجنب قلنا بس يبقى في شرق غرب. اكتشفنا لا، اكتشفنا ان الخط اللي حضراتكم شايفينه كاسر ده، عامل زي كراس كده اهو مع اللي طالع ده، عامل زاويه 70. طيب ايه زاويه 70 دي؟ فالعلماء قالوا ايه، طب نشد الخط بتاع ال 70 ده لغايه فوق كده نشوف هو المصري القديم كان بيفكر في ايه. فاكتشفوا ان هذا الخط بالظبط بالسهم كده، كانك ضارب سهم كده طالس مستقيم، اول مكان الشمس بتشرق فيه في اول يوم في فصل الصيف. يعني تحديد الفصول حضرتك تقصد؟ واحد، تحديد فصل الصيف مبدئيا، وهو الأهم في الوقت ده، اللي هو ال 14,000 اللي احنا قلنا عليهم. ليه؟ لأن كان أول يوم في فصل المطر. وأنت هناك بتتكلمي على واحدة من أسخن المناطق في أفريقيا. ما تعرفيش تكملي يومين من غير مية هناك. فأنا هعتمد على إيه؟ دراستي للمطر. يبقى هنا الفلك كان أول علم، أقول أن أول علم ابتكره المصري القديم ما بين علوم الطب والحكمة والقصة والشعر والمعمار والهندسة، كل الحاجات العظيمة. 14,000 سنة يا فندم، 14,000 سنة، هو كان في حضارة 14,000 سنة؟ تخيل. يعني أنا يعني على طول من القصيدة بقى بيت، على طول بنتكلم في 4000 في 4 يعني كده ما بنزيدش عن كده. 4000 وزود عليه السنتين و7 حضارة 9,000 6,000. كان تويكس اللي الراجل اللي قاعد في أمريكا دوت جه من 45 50 سنة وراح قاعد في الأقصر. قعد يدرس في الأقصر كتير 40 سنة وانا قابلته واشتغلت معاه. الراجل ده عمل اسمه لوكسور، كتب فيه الكلمة دي، الجملة دي بالظبط: البشر عاش على أرض طيبة الأقصر منذ على الأقل اتليست، استخدم الكلمة كده، 500,000 عام. فأبوس راسكم 7,000 دي نشيلها بقى خلاص. بس يا فندم حتى يعني برضو يعني حتى لان ده اثار، هو لما بيقول نصف مليون عام ده ما بيهرجش، ده واحد من التوب 5 في العالم. قدر يجيب ده من الاثار اللي هو شافها 40 سنه بيدرس. بس انا بحب، بص يا فندم، انا بحب اقرا يعني فكره يعني بدايه الخليقه وامتى وبتاع، ما فيش الارقام الكبيره دي خالص. هو اثبتوها. ما انت عندك انت في ميزه الحضاره المصريه موثقه الاثنين. في حضارات تروحها مصر، بس هل احنا عندنا اثار بقى لها مثلا 8,000 ولا 9,000 سنه؟ عندك اثار من 98 مليون سنه، اثار عظام ديناصور تم اكتشافها. لا، ما الديناصور ده ما قد يكون من قبل خليقه، دي قصه تاني. يعني انت قصدي اقول انت بتتكلم على اثر شيء تاريخي. بتكلم على الخليقه مدون. على الناس يعني. لا، الناس دي هنخش في ناحيه دينيه تانية، وامتى بني ادم وامتى سيدنا ادم عليه السلام، دي حاجات دي مش بتاعتي. لكن اللي انا بقوله لك ان الراجل ده اكتشف اثار وكانت كده. عايز بس ارجع لك للفلك تاني. ايوه فهمت. هذه الدائرة الآن يستطيع المصري يروح يدرسها ويذاكرها في حديقة متحف النوبة. متحف النوبة بأسوان، واحد من أجمل، بص في أكثر من 50 متحف في مصر. في أكثر من 50 متحف في مصر. متحف النوبة ده واحد من التوب 5 بالنسبة لي، أنا راجل من سنة 85 وأنا بلف في مصر. 1985. ده من أهم وأجمل الأماكن واحد من التوب 5 بالنسبة لي. فهيلاقي في الجنينة، هم نقلوها من 100 كيلو بتاع الغربة وسمبل دي، نقلوها في الجنينة عشان الناس تقدر تشوفها. فإذا أنا معايا هنا أثر بيدل على أن علم الفلك بدأ، أنا كنت بقول 11,000 لحد لما الدكتور المسؤول عن التاريخ ما قبل التاريخ، اللي هو ما قبل الأسرات بقى، ما قبل ال 3200 اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول،
كويس قبل الميلاد. قال لي لا يا بسام، وهو الراجل ده بينقب هناك، يعني ده بينقب في الصحراء الغربيه اللي بيكلمني ده. هو ماسك في وزاره الاثار، ماسك ايه؟ ماسك الاثار ما قبل التاريخ، يسمع كده. هو بيحب يسميها ما قبل التاريخ، شوف همزه فرقت الدنيا كلها. قال لي يا بسام خلاص 11000 دي انت ايه؟ احنا دلوقتي وصلناها ل 14. فاذا انا لدي اثر عالمي كل علماء العالم ما فيش حد بيقول عليه لا. يعني انت مثلا تكتشف اثر لا مثلا 4 علماء يقول لك اجماع ايه؟ اجماع بالظبط، كلمه كده اجماع على ان هذا الاثر 14000. بل المفاجاه الاكبر انه يوجد اكثر، وسموها نبته بلاي، المنطقه دي اسمها نبته بلاي دلوقتي، وبقى في اكثر من نبته بلاي. يعني لو انت عملت سيرش نبته بلاي كتبت بسام الشماع هتلاقي مقالات يشرح لك فيها التفاصيل دي. اذا علم الفلك هو الكونكلوجن بقى بتاع كل الكلام، الخلاصه بتاع كل الكلام اللي قلته ده، هي ان علم الفلك هو اول علم ابتكره المصري القديم قبل علوم بقى الطب والهندسه والكلام ده، قبل الكتابه، قبل الهيروغليفي. دكتور بسام، دلوقتي الناس احنا بنصحح معلومات وبنعرف تاريخ صح. يمكن مش عندنا، لكن الموضوع الناس اختصرته دلوقتي، معلش في كل حاجه بقت تكاوي، في ان علم الفلك ده التنبؤ والسحر، واعرف بكره في ايه، ونجيب واحد كده في بدايه السنه الجديده في راس السنه يقول لي كده السنه الجايه هتبقى كبيسه ولا لا، ويحصل مين هيموت ومصر. يعني ايه اللي خلانا حصرنا الموضوع في ده، وصحت في ان علم الفلك ممكن يخدم الجزئيه دي ولا لا؟ احسنتم، صحيح. ايه اللي خلانا نحصره في القصه ديت؟ وليه لما بنقول فلك الكلمه على طول بتساوي مرادف لها التنبؤ والحاجات اللي بالمنظر دوت. انا نفسي اجيب المنبئ اللي بيطلعوا اخر السنه دي اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول، انا نفسي اجيبهم اخر السنه اللي بعديها. يعني هم بقى ذات نفسهم، واخد بالك، وتروحوا انتوا قاسمين الشاشه كده زي ما احنا قاسمين دلوقتي كده، تجيب هو قال ايه التنبؤ عند المصري القديم. المصري القديم له كلمه اسمها سر بالهيروغليفي، مالهاش دعوه بالعربي، مالهاش دعوه بالسيكريت السر. هي كلمه اسمها سر. الكلمه دي لطيفه قوي، الكلمه دي معناها يتنبأ. طيب جه في اخر الكلمه حرفين سين راء سر، وراح راسم بعديهم زرافه. ايه علاقه ده بالاجابه على سؤال حضراتكم؟ الزرافه رقبتها طويله وتستطيع ان ترى في المستقبل هناك بعيد خالص خالص. فالمصري القديم قال طيب انا هاخد الزرافه كنوع من انواع ان هي شايفه اللي جاي، هي شايفه البعيد، تبقى رمز للتنبؤ بما هو قادم. لكن ده ملوش اي علاقه لا بتحركات نجمه ولا بتحركات كوكب، لان خدوا بال حضراتكم في الدوله الوسطى على الاقل يعني من 4000 سنه تقريبا، الكلام دوت البريتش ميوزيوم الستريتد ديكشنري، ده قاموس المتحف البريطاني بالاتحاد مع جامعه الامريكيه، يعني حاجه كده قاموس يعني عظيم كده. بيقول ايه؟ بيقول ان المصريين تعرفوا على الاقل على 5 كواكب. دي بقى يعني انت لو اتعرفت على نجمه ظاهره زي نجمه الشعره اليمنيه اهي، دي وانت ماشي في الشارع بالليل النهارده انا ممكن اوريها لك. ايوه الكواكب بقى شوفوها ازاي بالظبط. ده بقى اسئله احنا بنسالها بعد 40 سنه من القراءه، واحد زي حالاتي. فاحنا هتقول لي لسه في علامات، طبعا لسه في علامات استفهام، امال احنا ليه مثارين لغايه يعني دلوقتي؟ هل كان تم اختراع تلسكوب مثلا بشكل معين؟ لم تكتشف اي عدسات مقربه لغايه دلوقتي. انا عندي اسئله يمكن برضو تبدو ان هي بالنسبه لي يعني لوغاريتمات، لكن هستاذن حضرتك نخرج بس لفاصل قصير، فاصل اعلاني، ونرجع تاني. لسه معانا اسئله كتيره جدا عن لغز كبير اسمه علم الفلك، وازاي المصري القديم قدر يوصل له من الاف السنين بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. الحقيقة يمكن في الدقائق بتاعة الفاصل أو الإعلان الواحد وهو بيتكلم مع دكتور بسام على التاريخ وإزاي قادرين نحدد ده. دكتور بسام أنا برحب بحضرتك مرة تانية، لكن خليني أقول لكم إنه دكتور بسام كان بيقول اللي تم اكتشافه من آثار مصر لا يتعدى أو أقل من 1%، ودي حاجة تصيبنا بالذهول الحقيقة. نعم أنا أصيبتني أنا بالذهول، يعني أنا الموضوع ده اتعرف في 2016 سريعا، وقالته سارة باركاك عالمة مصريات، دكتورة جامعة في علم المصريات، ست بتعشق حاجه اسمها مصر، اشتركت في التنقيب في مصر، وهي تعمل مع وكاله ناسا للفضاء، لان بيدوها الصور بتاعه الاثار من فوق بالاقمار الاصطناعيه وبتشتغل عليها، وفي نفس الوقت قالوا لها خدي $1 مليون وروح اعمل لنا كده ايه حبه كده دراسات. فطلعت في مقاله وهزت الدنيا كلها وهزت الفاونديشن بتاعي انا شخصيا بعد ما كنت الفت اكثر من 35 كتاب، وقالت ان الذي تم اكتشافه من اثار مصر اقل من 1%، وكنا اول مره نسمع عن حاجه اسمها اهرامات محتمله. اهرامات طب ازاي؟ طب الاهرامات دي هتبقى تحت الارض يعني؟ دي غريبه شويه ونعمل عليها فقره ثانيه مره ان شاء الله. فكره ان الناس اخذت الصور واديتها لها، هي بتشتغل بالابيض واسود، واحنا عندنا في الاثار بنحب الابيض واسود عن الالوان. فراحت واخده الاشكال اللي ذات اشكال هرميه اللي هي ما بين الجبل وما بين
الهرم. يعني ايه الجبل والهرم؟ الجبل اللي هو الطبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا، والهرم اللي انت بنيه. طيب نتاكد اذا كان ده هرم ولا جبل ازاي؟ اطلقت عليه اللقب الجديد اهرامات محتمله، لغايه لما العلماء يروحوا ويطلعوا اذا كان ده جبل ولا هرم. ممكن يبقى عندنا كبير يا جماعه، ممكن يبقى عندنا اهرامات ولها تاريخ وما نعرفهاش. احنا فوق 130 هرم دلوقتي مكسور او مبني، يعني في اهرامات ارض خالص، في اهرامات واقفه، فاحنا عندنا تقريبا اكتر من 130. انا بعتقد ان ده عدد قليل جدا لان لسه في كتير احنا ما نعرفه. طب احنا معانا صوره، اعتقد دي صوره من الفضاء يعني ولا نعم. هي بيسموها البيرز ان حضرتك تعلق لنا عليها. مظبوط يا فندم، لو نقدر نحطها على الشاشه كامله دي يبقى رائع جدا لو تسمح يا سياده المخرج، لان دي هتبين لك حاجه مهمه قوي في علم الفلك في مصر القديمه ومصر الحديثه كمان. دي بيسموها اشكرك، دي اسمها بيرز اي فيو، دي اسمها نظره الطائر، كانك انت عصفوره وطائر فوق الاهرامات. تحت عندك خوفو، خفرع، منكورع، صح لحد فوق. ايوه. طيب هنلاحظ حاجه بسرعه كده عشان وقتنا، هنشد خط من قمه خوفو، خط مستقيم يمشي لغايه خع افرع عشان نبقى نسميه صح، عشان جدنا يبقى مبسوط مننا. افرع، خع افرع، ماشي تمام، ماشي. هتلاقيه خط مستقيم صح، طالع من القمه دي وصل للقمه دي بريسايسلي بدقه غير متناهيه. كويس. عدي بقى كمان ومشي الخط المستقيم، انت متخيل هتجيب مين؟ هتجيب منكورع من الطب بتاعه. ما حصلش، ولقوا ان منكورع منحرف سنه بسيطه عن الخط المستقيم ده، بيسموه بالانجليزي اوف سات. هو مش من السات اللي انت حاطه، انت مش حاطط 4 كوبايات على خط واحد، لا، في كوبايه ايه راحت طالعه على الجنب من الثلاثه. طيب ليه منكورع؟ بدانا احنا نسال نفسنا ليه منكورع طلع من الخط المستقيم؟ اذا كان في تصميم معماري على اعلى مستوى في مصر القديمه. ايه اللي قال لك اصل الارض مش هتستحمل، كانت هتاخد الهرم ونزل، وده اثبت غلط. والراجل اللي كان عمل مترو الانفاق في التحرير في الثمانينات والتسعينات جابوه قالوا له شوف لنا التربه هنا تستحمل، لو تستحمل مليون. ففي سبب تاني خلى منكورع ما يحطش نفسه على نفس الخط المستقيم، قالوا له ايه؟ لغايه لما طلعت نظريه في العالم ان في 3 نجوم، النطاق والنيلام والمنطقه، ده اسمائهم، هي في كل لغات العالم بالمناسبه، هي اسماء عربيه لكن في كل لغات العالم بيستخدموها، ودي جايه من مجموعه الجبار او مجموعه الصياد، ودي مجموعه بيسموها كونستليشن، مجموعه نجميه، المصري القديم درسها وذاكرها واداها اسم. ولقوا من ال3 نجوم اللي جوه الكونستليشن المجموعه النجميه دي كلها، في منهم نجمتين على نفس خط المستوى والثالثه اوف سيت، فجابوا ال3 نجوم وعملوا لها سوبر امبوزنج، حطوها فوق ال3 اهرامات، طلعت مظبوطه، نزلت مظبوطه زي ما انت حاجه تجنن يعني. اذا في الاخر خالص عايز اقول لكم النظريه دي بتؤدي الى ايه؟ حاجه اسمها هيفنز ميرور، يعني مرآة السماء. ان فكره ان المصري القديم كل تحرك اجرام سماويه شافها في السماء حب ان هو تو انتربريت او ترانسليت او يترجمها على شكل مبنى على الارض تحاكي ما هو اعلى. وبعد كل السنين دي وبعد الاف السنين دي في الاخر لما يجوا يدرسوها يلاقوها زي ما هي مظبوطه سنتي. طب في صوره ثانيه يا فندم برضو حابين نشوفها. لا استاذنكم برضو الصوره الثانيه. اشكرك. طبعا اخناتون حبيبنا ما نقدرش طبعا نعدي حلقه بتاعتكم غير لما نجيب سيره الراجل الجميل ده وزوجته طبعا نفرتيتي الشهيره، خلفت له 6 بنات، والراجل ده دائما اخناتون وليس اخناتون يا جماعه، الهمزه فوق. اخناتون همزه فوق. والراجل ده دائما ما بيثير اي، لو قلت اسمه في اي مؤتمر هتلاقي الكراسي بتطير والناس بتدور ضرب في بعضيها، الناس بتختلف عليه تملي وتتفق وبتاع. سيبك من دي، مش هي دي. بص على قرص الشمس والاشعه اللي نازله منه. فاكرين كوب 27 طبعا في شرم الشيخ؟ طبعا. فاكرين الشعار بتاعه؟ اهو ده الشعار بتاعه. الشعار عباره عن كان شمس نازل منه اشعه، ولو تلاحظوا في كوب 27 في شرم الشيخ كانت اخر الاشعه في ايادي بشريه، كف بشري، وده اللي انتم شايفينه مقرب على انف اخناتون في هذا المنظر المنحوت من 3000 سنوي. ايه؟ بيديله الحياه، الشمس تعطي الحياه لأنف أو لوجه للاستنشاق أخناتون، للهواء لأخناتون. وده على طول ننهي بالمعلومة العجيبة بقى بتاعت مصر القديمة والفلك. انتوا فاكرين التلسكوب بتاع واب اللي طلع من كام شهر وقلب الدنيا وقال ان احنا هنعرف نرجع للعالم ب 13 مليار سنه ونص؟ أيوة طبعا. وناس قالت هنقدر نجيب منظر الكون والمجرات من 13 مليار سنه ونص وقت انشاء المجره والعالم والكون، والكلام اللي هم قالوه في ناسا ده. كويس. في 4 صور يا فندم عدوا كده شويه على البعض، نزلت على الفيسبوك وقلبت الدنيا، الناس كانت بتشيرها. ارجعوا تاني ل4 صور دول. ال4 صور دول كان واب بقى هو التلسكوب ده بيصور نجمه بتموت في 4 صور، نجمه مشتعل تحفه قد كده بالالوان التحفه، تي وبعدين ما فيش.
فادي الاربع صور اللي قلبت الدنيا، وقال لك واب اول مره في الدنيا في تاريخنا كره تاريخ البشريه تستطيع ان انت ترصد نجمه بتموت. الحقيقه يعني انا ما اعرفش حاجه عن القصه دي، بس يعني دي مدلولها ايه بقى بالمصري القديم؟ اشكرك. ارجع لمتون الاهرام وللملك اللي عنده هرم جنب سقاره المدرج، ملك في الدوله القديمه من 4000 سنه ونص اسمه الملك ونيس. الملك ونيس؟ ايوه برضه من اول مره اسمع عنه. كتب الانجليش بيقولوا اوناس، UNAS. اقرا في الهيروغليفي من علمائنا الجهابذه ونيس. تمام. دي تسميه راجل من 4000 سنه ويا جماعه. الراجل ده حاطط في الهرم في المقابر بتاعته تحت، في المدافع بتاعته تحت حاجه اسمها متون الاهرام. اول نصوص دينيه تنحت على الجدران في العالم. طيب لما تيجي تقرا النصوص دي متون الاهرام دي تكتشف حاجه عجيبه جدا، تكتشف ان الملك عايز يبقى اخم سك. ننهي بدي اخم سك بالهيروغليفي الثاني، اخم سك يعني النجمه الغير قابله للتدمير. هو عايز يطلع يبقى نجمه فوق في المجرات الكبيره اللي هو شايفها دي، بس مش عايز انه يتدمر. وده دليل على ان المصري القديم عرف ان في نجوم بتدمر وفي نجوم بتستمر. وبيجي بعد 4000 سنه ونص تقريبا ويقول لك احنا صورنا نجمه بتموت. لا تعالى لما اقول لك كلمت ونيس. انا عايز اقول لحضرتك ان اجدادنا عقدونا وعقدوا العالم بالتكنولوجيا اللي وصلوا لها دي قبل ما يبقى حد يسمع عن حاجه اسمها تكنولوجيا. انا بشكرك جدا وبتمنى يا دكتور نتقابل مرات جايه نعرف اسرار الكلام، لان انا كمان كان عندي اسئله كتيره وعن رمسيس الثاني وعن امور ثانيه. حوشهم بقى. بشكرك دكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر في علم المصريات وعضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه. الف شكر يا فندم. نورتنا يا دكتور، ونشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. نشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله نتقابل معاكم في حلقه جديده من صباح النور 9 صباحا. ما تنسوش جنازه المتنيح مثلث الرحمات الانبا داوود، حضراتكم هتتابعوها على شاشه CTV على الهواء مباشره بحضور قداسه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني، ونشوفكم على خير.